الشرطة الإسبانية تعتقل حارس منتخب البيرو ساعات قبل مواجهة المغرب. توم بريس، سلام الله عليكم. كشفت تقارير صحيفة إسبانيا يومه الاثنين أن الشرطة الإسبانية اعتقلت بيدرو غايسي حارس منتخب البيرو بعد الشجار الذي اندلع بين بعض لاعبي منتخب البيرو والأمن الإسباني أمام مقر إقامتهم في العاصمة مدريد قبل مواجهة المنتخب المغربي وديا. وأوضحت الصحيفة ذاتها الإسبانية أن السلطات الإسبانية فور فك الشجار الذي اندلع بين لاعبي الفريق البيروفي والأمن الإسباني قامت باعتقال حارس المرمى البيروفي بيدرو غايسي، وتم اصطحابه إلى مركز الشرطة من أجل استجوابه بشأن الواقعة. هذا وقد أضاف المصدر ذاته أنه إضافة إلى حارس المرمى توجه 3 لاعبين من المنتخب البيروفي، ويتعلق الأمر بكل من يوشي ماريوتين، خوسيه كارفاليو، أليكس فاليرا إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم في الاشتباك الذي وقع. تنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق اللحظة التي وقع فيها الشجار بين مجموعة من لاعبي منتخب البيروفي وعناصر الشرطة الإسبانية. هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه المنتخب البيروفي يوم الثلاثاء 28 مارس بداية من الساعة 7:30 مساء بتوقيت المملكة المغربية على أرضية ملعب سيفيتاس متروبوليتانو بمدريد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.